رامي سعد اسم صنع نفسه داخل جدران القلعة البيضاء كواحد من أبناء نادي الزمالك المخلصين الذي يمتلك شعبية جارفة في قلوب عشاق وجماهير الزمالك بسبب إخلاصه وحبه لكيان نادي الزمالك في كل فتراته لاعبا ومدربا. بدأ رامي سعد مشواره لاعبا بمركز شباب الحسينية بالشرقية وكان هداف دوري الشرقية، ثم انتقل لنادي المعادن 3 شهور، ثم انتقل لصفوف الزمالك، ثم اتجه للاحتراف وانتقل لنادي شباب الأردن، ثم العودة للزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول رفقة شيكابالا وأحمد غانم سلطان وأحمد عبد الرؤوف والكثير من نجوم الزمالك، وتدرب تحت يد الكثير من نجوم الزمالك أبرزهم سعيد الجدي وطارق يحيى وغانم سلطان وعفت نصار ومعتمد جمال وشوقي حسين ومجدي شلبي. وحصل على لقب هداف دوري الجمهورية بفريق شباب الزمالك، وحصل على الدوري الأردني وكأس ملك الأردن ووصيف الدوري الأردني عام 2004 ووصيف الدوري السوري ووصيف البطولة العربية مع الطليعة السوري عام 2008. ولعب أيضا رامي سعد لشباب الأردن وترجي جرجيس التونسي والطليعة السوري وأيك القبرصي، واعتزل في عمر 27 عاما بسبب الإصابة واتجه للتدريب. وشغل رامي سعد منصب مدير عام لفريق جولدي ومديرا فنيا لفريق 6 أكتوبر أيضا ومديرا فنيا لقطاع الناشئين بنادي السكة الحديد. انتظرونا مع الهداف رامي سعد في حوار لا تنقصه الصراحة وحديث عن أوضاع كرة المصرية بشكل عام ونادي الزمالك وكواليس هامة جدا عبر برنامج كلام في الكورة.